الدنيا مقلوبة حرفيا في الفترة الأخيرة على إمام عاشور. أكيد كلكم جه في دماغكم إنه أكيد عمل مصيبة ولا ضرب حد ولا عمل خناقة بسبب مراته وغيرته عليها. لا، الولد غلبان ولا عمل حاجة ولا سوى حاجة ولا ضرب ولا عمل ولا الموضوع في مراته ولا أي حاجة. الموضوع واللي عمله هو الناس عملت إيه؟ طلعت إن إمام عاشور بعد ما ظهر في الكام يوم الأخيرة بعد ماتش كان اخير ليه مع النادي الاهلي بحلاقه شعر مختلفه، ان هو النادي الاهلي فرض عليه غرامات وغرامه كبيره قوي، مش غرامه بالسهل كده، عشان هم طلبوا منه ان هو يقص شعره وهو لم يمتثل لقرار النادي الاهلي، ولذلك ان هو عملوا عليه غرامه كبيره جدا. بصوا يا جماعه التفاهه وصلت بالناس بايه؟ سابت كل حاجه ومشاكل الدنيا كلها الواحد مدعوك فيها ارض وبيتكلموا على قصه امام عاشور. لا، الموضوع اكبر من كده. قصه وحلقات امام عاشور كان موجوده من زمان قوي، والمشاكل دي من ايام ما كان في الزمالك قبل ما يجي النادي الاهلي. كان مره لما كان عامل شعره ذهبية اللون، هو الذهب بيغلى من شوية أكيد بسبب إن اللعيبة ولا الناس المعروفة بيعملوا شعرهم باللون الذهبي، عشان كده الذهب بيغلى، مش عشان بورصة ولا أي حاجة. نرجع لمرجعنا. لما كان عامل شعره لون ذهبي وكان ساعتها المستشار مرتضى منصور هو كان ماسك النادي الزمالك، فطبعا طبعه صعب جدا، فطبعا ما كانش عاجبه الموضوع ده. لا، يجي يقول ايه ده انت كده بتيجي بتشغل نفسك عن تدريباتك في النادي ولعبك جوه النادي وبتشوف بقى الستايل بتاعك، واحنا ما عندناش الكلام دوت. لا، انت كده اكيد انت مش فاضي وفاضي لنفسك ومش فاضي للنادي ولا اللعب جوه، وعلشان كده وقع عليه عقوبة شديدة جدا. وايه هي العقوبة دي؟ العقوبة ان هو كان النادي الزمالك هيلعب مباراة ضد انبي، ومستشار مرتضى منصور رفض ان امام عاشور ان هو يلعب في المباراة ديت. وبعد كده لما كان النادي الزمالك سنة 2022 كان ماسكه المدرب فيريرا، يا رب اكون بنطقه صح، واسامه نبيه، بيقولوا طلع كلام ان امام عاشور لما صبغ شعره باللون الاصفر، مش عارفه ايه حكايه اللون الاصفر والذهبي معاه، فبيقولوا ان هو طلعوا عليه عقوبه وغرامه كبيره. بس طلع بعد كده اسامه نبيه ونفى الاخبار دي تماما وقال الكلام ده كله فطشات ما حصلش، بطلوا بقى. بس لما جه عندنا هنا في النادي الاهلي ابتدى يدلع ويشوف حاله، كان بيعمل قصات وحلقات شعر، وده شيء راجع له. يا جماعه طول عمري بتكلم واقول انتوا ليكوا هو بيقدم ايه، مش هو لاعب كوره، ليكوا ان انتوا تركزوا على لعبه وبس. لما تلاقوه ان هو ابتدى يأثر في الموضوع دوت ويهمل في اداءه جوه الاستاد، يبقى انتوا ساعتها تتكلموا وليكوا الحق. انما عاملين زي الناس اللي يدخلوا مناخيرهم ويقعدوا يتكلموا في حياة الناس، زي اللي يجوا مثلا عندي ويقولوا بس انت قصة شعرك مش عارفة ايه، لا انت حاطة تاتو، رسمة حنة، رسمة مش عارفة ايه. انتوا مالكوا يا جماعة؟ انتوا ليكوا ان احنا بنقدم ايه، احنا محتوانا ايه، وبتتكلموا في المواضيع دي وبتعلقوا عليها. انما حياة الانسان او شكله او هو ستايله ايه، ده شيء راجع ليه، انتوا ما تتدخلوش فيها، لان في وناس كتيرة قوي معايا في الكلام دوت. انما الناس اللي بتحشر نفسها في حياة الانسان الشخصية ده ملكوش دعوه بيه. كل شويه عمالين امام عاشور امام عاشور، عمركم يعني مش مركزين في لعبه على قد ما مركزين في حياته الشخصيه وستايله وكده. انتم مالكم؟ نرجع لامام عاشور، ولما نشوف امه ايه اللي حصل معاه في الفتره، وطبعا في الكلام الاخير طبعا هو ستايله بيحب يغيره عادي، هو حر. الولد من النوع اللي بيزهق بسرعه، فلازم بيغير ستايله ما بين وقت والتاني. وفي الفتره الاخيره شفتوه انه اخر ما زهق حلق شعره، وحتى وبعد كده غير لونه بقى اللون العادي خالص ريحكم. لا اصفر ولا ذهبي ولا ابيض ولا فحلوقي ولا زمحلوقي ولا زرقوشي ولا اي حاجه. بس انا عايزه اوضح حاجه، ان اصلا هو حر بالله عليكم، زي انتوا
ما بتحبوش ان حد يتدخل في حياتكم الشخصيه ونظام حياتكم، انتوا برضو يعني ما تدخلوش نفسكم في حياه الناس التانية. وهو هعرض لكم ياما غير من ستايلاته، وقبل كده حتى من ضمن اللي غير ستايلاته كان نظام للاعب كان في احدى النوادي الاجنبيه، تحديدا في نادي بايرن ميونخ، وغير ستايل شعره زيه. طيب ده شيء راجع له ولا لا؟ انا عايزه اسمعها منكم. بس النادي الاهلي ما فرضش اي عقوبات على امام عاشور، ولا ان هو اصلا طلب منه انه يقص شعره، لان احنا دماغنا متفهمه قوي ان دي حاجه راجعه للانسان وحريه راجعه ليه هو، حريه شخصيه محدش يتدخل فيها. انتوا معايا ولا لا؟ اتمنى اسمع رايكم في الموضوع. سلام.